السلام الاخوان، نتمنى تكونوا بخير في صحه جيده. آه المهم نسيت واحد المعلومه ما شرحتهاش لكم في الفيديو اللي فات ديال فاش ركبت هاد الفورج، نسيتها. كما تشوفوا في التصويره دابا، هذا غنشرح لكم هاد اللعيبه هادي حيت كيديروا السكالسيه بزاف. كندير لي زيت كنهضر بالجاهل حيت كيديروا السكالسيه بزاف اللي عنده الرويضه عوجه. تنوقف في شي بلاصه ونوريكم كيفاش البلان ديالها. هذا الروضه شتا ناقصه عاوتاني. درت صيفط له واحد التعليق، قال لك اودي عندي الفرج كنت خارج من الزيت كحله، واش نقدر نبدلها ولا هذا. انا ما عرفتش الصديق ما شرحش لي مزيان واش الزيت كتسرب من التحت ولا من الفوق ولا من هنايا. المهم على اي على اخوان، انا كنشارككم معلومات داكشي اللي عارف، داكشي اللي وقع ليا ولا هذا اللي كنلقى فيه حل كنشرحو لكم باش تستافدوا نتوما. هذا مكان انا الاخوان راه ما سيكليس، ما عمرني دوزت سيكليس وما عمرني سميتو. كنت كنتعلم راسي كنقلب في يوتيوب باش من هنا باش من لهيه. ايوا صافي. وكاين شي سكالته هما اللي كيخليوك تعلم على راسك على ود كنت عند شي سيكليس كيبقى قاصر عليك الزيت ويبقى يفهم عليك. وي 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 وي. الله 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 ديال شي تشلبيخه يا وليدي. احسن سكينه هي عند خونا ليها شتيها لاطيراس خارجه لجهه البحر. خرجت بنات مع الصباح فطر قدام هذا المنظر الجميل، داكشي ديال المسلسلات التركيه المهم انا اخوان نشرح لكم هذيك اللعيبه اللي الله الله المهم ديال المشكل، واحد المشكل اخر راه كيديروا السكالسه هو هذا ملي كتبدل هذا حيت هنا اللي ماشي نورمال ملي كتبدل هذا اللاكس هذا ولا ملي كتبقى تسلوكا ملي كتبدلهم غالبا كيخلي لك واحد المشكل. هو هذا هنا الرويضه كتكونش بحال كيكونش قد العبار، هنا مكتجيش الرويضه في الوسط، ديما كتلقى هي كحزه هنا يا جاره لهاد الجهه. هذا المشكل كيديروا السكالسيه ملي كتمشي عند السيكليس كتقول ليه طاجيج، كتقول ليه قد عليه باش تجي في الوسط، كيدير لك جوج احتمالات يا يخدم معاك يا غيقول لك يدير لك الزياده من هنايا شي كيلو زايد باش تجي زعما تجي في الوسط. وخص هاد الفرج هذا ما يجيش مفلول بزاف باش يجي في الوسط. الا دار لك هكاك دار لك الزياده غالبا اجي الفرج هكا مفروع كيجر لهنايا، او الا كان الا نقص شي حاجه هنا باش تجي زعما في الوسط نقص ديك الزياده غيجي عطيني الفرج مجموع هكا. المشكل ديالي الا كان محلول او لا مجموع، هو ملي كتهبط هادي وسط هادي يبقى يوقع الاحتكاك ديال هنا مع الداخل من هنايا، يعني كيولي الفرز مزيان. خص الجعبه هادي تهبط وسط هذا بسلاسه، ما جاش مزيره هكايا ولا مفروعه بزاف. حيت الا جا الا فرع الا حل لك هذا من هكا دار لك ديك الزيد وتحل الفرج هكا، هاد الكحله هادي مثلا هاد اللي كتهبط وسطها تبقى تحكم معاها من الداخل هنايا، حيت هادي راه كتجي تقريبا حتى لهنايا. وعاد كاين هاد الفيس هذا اللي شاد هادي يوقع عليك الاحتكاك ويخرج لك على الفرش، غيمشي لك دغيا. باش تعرف واش عندك هذا المشكل ولا لا، ساهله تحيد هاد الكروات هادو. خص الرويضه تحيد بسهوله، تهز تحيد، ما يجيش هذا مزير وما يجيش محلول. شتو انا درت لها هاد الرونديله، هزت لها رونديله من هنا وزدت لها هاد الكرو هذا، ومن هنا رونديله وحده قديتها لراسي. لا شاف ما كندير والو باش قديتها لراسي شديت العبار. كنحيد دابا انا هذا كتحيد الرويضه بسهوله وكترجع بسهوله، ما خصش نزير هذا وعاد كيتزير هاد الفرج هذا كيدخل لهنايا. اولا مثلا كنحيد انا هنا وندخل الرويضه بزز، نحل هذا تحيد الرويضه بسهوله، ما يكونش واحد الفرق تحل الفرج هكا ولا تجي معاك. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو كنشرح. عييت والشمس انا غادي
والله ما انا. المهم صافي هذا مكان الاخوان كما تشوف الصوره المصغره. نحط لكم المشكل ديالي حيت هادشي راه داروا لي السيكلاس الاخوان في الفرج اللي فات. وملي مشيت عند كنت واحد خونا خديت عنده هاد السرز هذا وشرحت له هاد المشكل هذا. قلت له زعما باش درسي لها الرويضه حيت كنت عاوج في الاول. وقال لي هاد الحل هذا وهاد الحل انا عارف شنو غيدير. قال لي حكا نزيدو لك الزياده من هنايا كرو صافي وغتجي في الرويضه في الوسط. قلت له ايوا جي الفرج دايره كاين بحلول باش ياكل العصا من الداخل. لكن شي وحدين راه كيرونوا حق الله كتشرح له وكيشرح لك. ترى الحراره هنايا وبلا. قلت لكم مشيت عنده خديت عنده السرس وقلت له راه نجي عندك ملي فوت رمضان هذا باش تقادو حيت دابا ما كاينش الوقت. قال لي مرحبا. ملي رجعت عنده هذه السيمانه دابا قبل ملي شريت الفرج شرحت ليه شنو حتى هو عاوتاني كاين واحد في المحل واللي غيصايب ما كاينش. قال لك تسنى يجي. بقيت كنتسنى صداع كنتسنى حتى جا. قلت له راه بالدرسي لهاد الرويضه هادي راه جرى شويه لهاد الجهه غتحل السلوكو غتزيروهم عاوتاني باش تجي الرويضه في الوسط. ما تبقاش لي الله يكس عندك صدقه ديتو دار فيها. قال لك لا راه مقاده. قلت له ما مقاداش اصاحبي. قلت له لا جرب بزاف لهنايا. انا شرحت لك تحل السلوكه وتعاود تزيروهم عاوتاني باش يجيو في الوسط. شوف هاد السيد هذا باش تزيروهم في الوسط. قال لك حقا راه واخا تقادها راه غادي يبقى المشكل عاوتاني. داك ما عمرها تقاد خاصك جنطه جديده. قلت له واخا صافي شكرا. انا نخليه عاوتاني نخليه ونمشي عند واحد اخر عاوتاني. شرحت لها شنو خاص درسي لي الصداع. قلت لها خاص درسي لي الرويضه جي في الوسط هكا مقدره واصلا جايه هكا كحزه وعاوجه ملي كدور الرويضه كتبقى دير بحال الحنش كتبقى تلوى. عند جانطه عاديه. غندخل هنا ونكملوا الهضره. صداع بزاف. قلت لكم الاخوان مشيت عند واحد اخر عاوتاني باش نشرح له. قلت ليه درسي لي الرويضه وتجي الجنطه في الوسط ما تجيش لها كحزه هكا لا كحزه هكا. بقى كيدور بها حكا. حتى هو قال لي ما غاديش تقاد. واخا تقاد دابا ما غادي تعوج عاوتاني دغيا. قال لك خاصك جنطه جديده. ما فهمتش انا خصو يدير لك خدمه. قلت له علاش دار الجنطه راه تحل السلوكه بحالها تعاودهم عاوتاني من الاول تحلهم والدريسه تجي في الوسط وغتكون وغتزير متبقاش كتعوج هكايا. ايوا قال لك لا. بقيت كنتسنى زعما. قلت له واش غتصيبها لي واش مشى كيصيب فواحد الموطور. بقيت انا واقف. قلت له واش غتصيبها. قال لي راه دوينا معاك. قال لي راه ماغاديش نصايبها لك راه ما غاديش تقاد. قلت له صافي شكرا. ونمشي عاوتاني عند واحد اخر. تخيل باش دير الرويضه شحال من واحد مشيت عنده. مشيت عند واحد اخر كاين جوج في المحل عاوتاني وكيجي عندهم واحد تمايا كيبريكولي حداهم زعما. قلت له صايب لي درتي لي الرويضه. قال لي مرحبا. واخا شويه جا واحد السيد عنده ديك البيكاله الدرقاق ديال الطريق باش كيضربوا الطريق الطويله. عنده شي صوت كيبقى يتسمع. قال لك ما عرفت فين خرجنا. قال لك عنده شي صوت كيتسمع. قال لي انا نزرب على السيد هذا ونجي عندك نقاد لك السلوكه. قلت له واخا. بقى انا تما حل حيد لها البيكاله حيد لها الرويضه حيد لها الصنجمه حيد لها الدرعان. وخونا كيشوف وكيقلبوا على المشكل. غتلقى المشكل بسيط والنهايه ديال الطريق. تلقى المشكل بسيط عنده وكيحل البيكاله زعما راه خدمنا فهمتي. العجات مقيلين. قلت لكم بدا كيفركد ليه في البيكاله وهنا كيشوف زعما راه انا بقيت كنتسنى تمايا. عصبني عاوتاني وانا نمشي خليته. قلت له الله يعاون. ومشى عند واحد السيكليست اللي كنت كنصايب عنده. قلت له درسي لي هاد الرويضه. قال لي واخا. مشى حتى هو سير حل الموطور بقى تسنى وانا نخليه عليه تما تقادها دريسها كي جات في الوسط.
قلت لي ما تزادش ليا شي كيلو تما وما تقيسش هذاك اللاكس، غتحل لك السلوكه من هنا وخصك تجي في الرويضه في الوسط. عاد رجلها. نسيت ما هضرت لكم على الفورج، لا اساس خرج درنا هذا الفيديو هذا زعما باش نشرح لكم واش مزيان ولا ما مزيانش. الفورج ناضي اللهم بارك ديال التقصى زوين. ماشي شي فورج نقول لكم راه فورج ماشي بحال ديال الريح ولا ديال، ما كاين فرق، ولكن مزيان. فورج ناضي تقدر تقصر به، يصبر معاك يضرب معاك. كيطلع تقريبا 3 الصباع، كنخبطو كيضرب 3 الصباع. ما عرفتش شحال من سنتيم باش كيحسبوا هاد اللعيبه. نديرو دابا البلوك نبلوكيو، الله نجيبو شي ربحه. شتا كتبلوكو الضربه كترجع لك ديريكت للصدر ديالك. لا هي بوزه تاي ماكس. لا ما قلت لكم بزوين هاد القضيه ديال البروكاج، هو كتحتفظ على الموتوسيكل. لكن انت كتقصر بزاف، الا خصك انك انت يلاه كتعلم هز حط هز حط هز حط، كيكون العصا دغيا ماشي طول معاك. ولكن هذا كتسدو صافي كتهنا، قصر مع راسك حتى تشبع وقادو. حتى حنا علاش كنمشيو هنا طلعنا. المهم الاخوان، نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد المعلومه اللي قلت لكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. اشتركوا داكشي كامل، ديروا دوك اللعيبات. راي كاميرا 360 درجة. الله تكون كتصور، الله تكون كتصور. فين هو الباب؟ من اين سندخل؟ نمشيو ليه. السلام عليكم. هذوك صحاب اللي كيكراو البيكالات ولا ما عرفت، هاد الغابه فين كاينه؟ كلها كاينه في الرباط. شوف نعم سيدي، الخضوريه، الكالم، الامان. هادكم تفرجتوا فيهم. هاد الغابه كامله فين كاينه؟ في الرباط نعم سيدي. شوف الامان، الطبيعه ربيعه. يب 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 يب. الله يا سلام. اي